مرحبا بكم في قناة الإخبار الآن. القناة التي ستجدون ملخص الأحداث السياسية والرياضية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أكد عزيز أخنوش رئيس الحكومة أن أسعار اللحوم الحمراء ستسجل تراجعا بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أن ذلك سيمكن المهنيين من استيراد حوالي 30,000 رأس من الأبقار والعجول الموجهة للذبح قبيل شهر رمضان. وستخفف هذه الخطوة الضغط على القطيع الوطني، إلى جانب تخفيض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط بعد إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح. ويرتقب أن يستورد المغرب أزيد من 30,000 رأس من العجول الموجهة للذبح من البرازيل وأوروغواي، وهو ما سينعكس على أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية التي ستشهد انخفاضا بعد تجاوزها في الوقت الراهن لحاجز 100 درهم للكيلوغرام، بعدما كان السعر لا يتجاوز معدل 75 درهما في السابق.